واخيرا الارجنتين الى المربع الذهبي. مباراة خارج التوقعات، مباراة تجيب الضغط والسكر والمرارة، مباراة قوية جدا ما بين الارجنتين ومنتخب هولندا. مباراة قوية جدا النهارده جمعت ما بين المنتخبين، منتخب الارجنتين والطواحين الهولندية. مباراة قوية، ومنتخب هولندا كان حائط صد دفاعي قوي جدا ضد منتخب الارجنتين. الارجنتين اتقدموا بهدفين، اسيست رائع من ميسي ويسجله اللاعب مولينا في شباك منتخب هولندا، وبعدها ميسي بيسجل الهدف من ضربة جزاء، ويرد بعدها منتخب هولندا بهدفين في آخر الدقائق ويتعادلوا مع منتخب الأرجنتين وينتقلوا إلى ضربات الجزاء. مباراة كانت مجنونة جدا، مباراة قوية، يعني قاعدين طول الماتش على أعصابنا كده ونفسنا يعني مش هيبقى راقصو السامبا وراقصو التانجو. يعني انا ما اتقرفش انا بخروج نيمار وبعد كده ارجع اتقرف بخروج ميسي. يعني ما هتسيبوا لنا مين في البطوله لما تطلعوا الاثنين دول؟ كان فاضل لي حبه ويعني خلاص في اخر الفيديو هفتح القوس واكتب راقصو السامبا شرطه راقصو التانجو من القرف اللي انا شايفه في الماتش، وواقف على اعصابي ونفسي ان ميسي يوصل المربع الذهبي ويحصل على كاس العالم قبل ما يخرج، يعني اخر بطوله لميسي في كاس العالم، فيعني نفسي ياخد كاس العالم. كده الطريق بقى حلو بالنسبه لميسي. يعني ايه كرواتيا؟ ولو هتقول لي ميسي ولا المزه بتاع كرواتيا اقول لك في 60 ده يا عم، المزه بتاع كرواتيا اهم حاجه ميسي يوصل للنهائي. ميسي من قلبك. مش عايزين ايه كرواتيا، احنا عايزين ميسي يوصل لكاس العالم، ياخد كاس العالم، مش عايزين اكتر من كده، حلال علينا. وقبل ما اقفل الفيديو انا كنت هنسى، يعني كل الشكر للاعيبه منتخب الارجنتين النهارده، امتعونا وقدموا مباراه قويه جدا. على راسهم حارس مرمى الارجنتين الحارس مارتينيز، من افضل الحراس في منتخب الارجنتين، حارس قوي جدا، وهو يعتبر السبب بعد ربنا في تاهل منتخب الارجنتين الى المربع الذهبي. بس يا جماعه وبكده يكون خلاص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.